كتير من المبرمجين لما بيجوا عند التيوبل في بايثون بيعدوا عليه كده على السريع، بيعتبروه مجرد حاجة بسيطة. بس الحقيقة إنه ورا البساطة دي في قوة خفية وقصة أكبر بكتير من اللي نتخيله. النهاردة هنكشف مع بعض الأسرار دي. طيب، أول سؤال بيجي في بال أي حد، هل التيوبل ده مجرد list بس للقراءة بس، يعني read only list؟ الحقيقة إن دي أشهر فكرة مغلوطة عن التيوبلز، وفي الدقايق اللي جاية هنكتشف ليه الفكرة دي مش دقيقة، دي غلط تماماً. تمام، عشان نفهم القصة صح لازم نرجع للأصل خالص، للبداية. إزاي التابل بيتولد أصلاً في الكود؟ صدقوني الإجابة فيها مفاجأة ممكن تغير نظرة ناس كتير للموضوع. بصوا كده على الكود ده، للوهلة الأولى الواحد ممكن يتلخبط. طبيعي نفكر إن الأقواس هي اللي بتعمل التابل، صح؟ لا، المفاجأة بقى إن اللي بيعمل التابل فعلاً هو الفصلة، الكوما. شوفوا الفرق البسيط ده. في المثال الأول 5 من غير فصلة، بايثون بتعتبرها مجرد رقم عادي جوه قوسين. لكن في المثال التاني بمجرد ما حطينا الفصلة دي 5 كوما اتحولت فوراً وبشكل سحري لتابل. الفصلة هي البطل الحقيقي هنا. طيب تعالوا نلخص الموضوع ده في الجدول اللي قدامنا. عشان نعمل تابل فاضي الموضوع بسيط جدا، مجرد قوسين فاضيين وخلاص. لكن الحالة المهمة قوي والمفتاحية هي لو عايزين نعمل تابل فيه عنصر واحد بس. هنا لازم، وأكرر لازم، نحط فاصلة في الآخر. دي أهم قاعدة في الموضوع كله. أما لو في عناصر كتير فالفاصلة هي اللي بتفصل بينهم طبيعي، والأقواس هنا بتبقى ضرورية عشان بايثون ما تتلخبطش، خصوصا في حالات زي لما بنمرر التابل ده كارجيومنت للدالة مثلا. تمام، فهمنا إزاي التابل بيتكون. دلوقتي ندخل على أهم وأشهر صفة فيه، إنه immutable أو غير قابل للتغيير. بس استنوا، كلمة غير قابل للتغيير دي مش بالبساطة اللي تبان عليها. الموضوع فيه لغز صغير محتاجين نحله. عشان نفهم اللغز ده تخيلوا معانا السيناريو ده. عندنا تابل جواه حاجتين، رقم وليست، وكلنا عارفين إن الليست بطبيعتها ميوتابل، يعني نقدر نغير فيها زي ما احنا عايزين. وهنا يجي السؤال اللي هيحل اللغز. هل نقدر نعدل في التابل ده بأي شكل من الأشكال؟ طيب، أول محاولة منطقية نحاول نغير العنصر التاني نفسه، يعني نشيل الليست دي ونحط مكانها أي حاجة تانية زي string مثلا. أول ما نعمل كده بايثون على طول هتزعق وتدينا type error، وده متوقع جدا لأن التوبو بيحلف إنه مش هيغير الأماكن اللي بيشاور عليها. لكن هنا بقى بتحصل حاجة غريبة. بصوا على الكود ده، إحنا هنا مش بنغير مكان العنصر، لا، إحنا بنوصل للليست نفسها اللي العنصر ده بيشاور عليها، وبنقول لها يا ليست ضيفي عندك رقم 30. والمفاجأة، الكود ده بيشتغل عادي جدا. والنتيجة النهائية أهي. التوبل ككونتينر كصندوق متغيرش، هو لسه بيشاور على نفس الرقم ولسه بيشاور على نفس الليست، لكن الليست نفسها المحتوى اللي جوه الصندوق اتغير. وده بالظبط اللي بنسميه shallow immutability أو الثبات السطحي. يعني الصندوق مقفول ومش هيتغير، لكن لو اللي جواه أصلاً حاجة قابلة للتغيير نقدر نغيرها وهي جوه الصندوق. طيب، حد ممكن يسأل إيه لازمة اللفة دي كلها؟ الحقيقة إن الثبات ده مش نقطة ضعف خالص، بالعكس ده قرار تصميمي ذكي جدا في بايثون، وهو اللي بيدي للتوبل قوتين خارقيين هنشوفهم دلوقتي. أول قوة هي الكفاءة في استخدام الذاكرة. الموضوع عامل زي ما نكون بنحجز شنطة سفر. التابل شنطة حجمها ثابت ومعروف فبتاخد مكانها بالظبط، لكن الليست شنطة ممكن تتمدد، فلازم نسيب لها مساحة زيادة حواليها تحسباً لأي وقت نكبرها فيه، والمساحة الزيادة دي بتستهلك من الذاكرة. وعشان كده زي ما الرسم البياني بيورينا، التابل دايماً أخف وأصغر في الذاكرة من ليست ليها نفس عدد العناصر. ونيجي للقوة التانية، ودي مرتبطة بكلمة مهمة قوي، هاشبل. يعني إيه هاشبل؟ ببساطة شديدة هو أي أوبجكت عنده بصمة رقمية أو هاش فاليو ثابتة ما بتتغيرش طول عمره. والبصمة الثابتة دي بتيجي منين؟ بتيجي من إن الأوبجكت نفسه ثابت أو immutable. وهنا بنشوف التطبيق العملي للموضوع. عشان التابل عنده البصمة الثابتة دي بنقدر نستخدمه كمفتاح في الديكشنري بكل ثقة. لكن لو حاولنا نستخدم ليست، بايثون هتقول لا على طول. ليه؟ لأن الليست ممكن تتغير في أي لحظة وبصمتها هتتغير معاها، وده يدمر الديكشنري. فكروا فيها كده، لو بنعمل برنامج خرائط، إحداثيات مكان زي القاهرة لازم تكون ثابتة، خط الطول خط العرض. دي معلومة مثالية عشان تكون تابل ونستخدمها ككي. مستحيل نعمل ده بليست. بعيداً عن الكفاءة والثبات، التابل عنده موهبة تانية بتخلي الكود بتاعنا شيك ومختصر بشكل لا يصدق، وهي فن التعبئة والتفريغ أو الباكينج أند أنباكينج.
تعالوا نشوف الحركات الجامدة اللي بنقدر نعملها بالأنباكينج. أول حاجة نعين قيم لمتغيرات كتير في سطر واحد بمنتهى الأناقة. تاني حركة وهي أشهر حركة في بايثون، تبديل القيم متغيرين في لحظة من غير متغير تالت ولا أي تعقيد. تالت حركة التفريغ المتقدم بالنجمة، دي حركة خطيرة، بناخد أول عنصر وآخر عنصر وكل اللي في النص بيتلم في ليست لوحده. وأخيراً لو في قيمة في النص مش عايزينها بمنتهى البساطة بنرميها باستخدام الأندرسكور زي ما عملنا هنا مع اسم البلد. إذن بعد كل ده لازم نكون وصلنا لقناعة مهمة. التابل مش هو الأخ الصغير أو النسخة الضعيفة من الليست، لا خالص، هو أداة مختلفة تماماً، أداة متخصصة ومصممة لهدف معين. يبقى الملخص السريع بتاعنا إيه؟ أولاً التابلز معمولة عشان تمثل بيانات ثابتة ومترتبة زي الإحداثيات أو سجل بيانات موظف. ثانياً اللي بيخلقها هو الفاصلة الكوما مش الأقواس. ثالثاً هي ثابتة ثابت سطحي، يعني الصندوق نفسه ثابت. رابعاً أخف على الذاكرة. وخامساً والأهم هي هاشبل، وده بيخليها المفتاح المثالي للديكشنريز. كل الخرافات اللي كانت عندنا في الأول خلاص اتنسفت. ودلوقتي بعد ما كشفنا كل القوة الخفية دي، السؤال اللي هنسيبه للكل يفكر فيه هو إزاي الفهم الجديد ده للتابلز ممكن يغير فعلا من طريقة كتابة الكود بتاعنا كل يوم؟